السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه جنات. كنتمنى تكونوا على خير وبخير بصحه جيده ان شاء الله. نلقاكم في هذا الفيديو البنات بما انه اليوم الجمعه ان شاء الله كتعرفوا كنديروا كسكسو. اليوم غندير لكم الكسكسو باللحم ديال البقري ان شاء الله البنات. اللحم الخضره واي حاجه كتبقى على حساب يعني المقادير ديال يعني مقدار الناس اللي غادي يكونوا عندك. انا عندي هنايا اللحم، عندي هنا واحد جوج بصلات ولا ثلاثه غادي نشحر بهم هذا اللحم. عندي هنايا الحمص، غادي ندير غير الحمص والقرعه معسله. الكسكسو بالتفايه، يعني الكسكسو ماشي بالخضره كيف ما تعودنا. انا ندير الكسكسو بالخضره كنديروه كل جمعه، ولكن نحاولوا يعني نغيروا شويه في الطبق ديال الكسكسو. المهم هنا عندي اللحم غادي نشحرو مع البصله كيف ما العاده، غيتشحر ببصيله ومطيشه حتى يطيح البصله ومطيشه. وغادي نقطع هاد القرعه ونديرها طيب بوحديتها. البنات بعد ما سديت على اللحم شحرته مزيان وسديت عليه كيطيب، دابا هنايا شديت الكيلو ديال الكسكسو وبسستو مزيان البنات بالزيت، بحال رملته، بحال غنرمل السميده باش ما يخوي عليه الماء طايب ما يتعجنش ليا. وبالنسبه للبصله ها هي درتها في المقله، درت لها شويه زيت وشويه الملحه، غنحطها تشحر. انا ما كنسلقهاش بالكوكوط، كنقليها نيشان في المقله، كتجي يا سلام وكتجي لذيذه. بالنسبه للقريعه ها هي نقيتها درتها غادي نطيبها بوحدها. هنا غادي نرجعوا للكسكسو، غنخوي عليه الماء طايب كيف ما كتشوفوا بحال هكا البنات. غتخوي عليه غير القياس اللي غادي يشرب لك هذاك الكسكسو. غادي هاد الطريقه دغيا كيوجد الكسكسو، يعني بحال كتفوريه فوره وحده هنا والفوره الثانيه الثالثه عاد كتسكيه فيها دغيا كيوجد الكسكسو بحال هكا. كياخذش معاك وقت كثير. صافي غنخليه يبرد مزيان وغادي نحركو، غادي نلقاه بحال فورته. صافي البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا الكسكسو راه شرب داك الماء، ها هو بحال فورته. شفتوا؟ دابا غادي نبدا نحلو. صافي غنديرو يتفور فوره وحده، والفوره الاخيره هي اللي غادي نسقي فيها. انا غادي نحلو مزيان. شوفوا حيت ملي كتخوي عليه الماء طايب بحال فورتيه. صافي غادي نحلو غادي نديرو يتفور. الناس كيف ما شفتوا صافي الكسكسو ديالي ها هو فار. دابا غادي نسقي. وي بالنسبه للبصله والزبيب ها هما عسلتهم. هنايا سلقت واحد 4 البيضات غادي نزوق بهم. صافي حتى المريقه طابت واللحمات هي طابت. دابا غادي نسقي ونتلاقاو باش نشوفوا في القصريه في الشكل النهائي. البنات هذه هي القصريه ديالي، شوفوا كي كتجي هكا غير البصيله معسله والقريعه معسله حتى هي، وواحد جوج خيزوات وزدت عليها هكا شويه البيض مسلوق. تقدر تزيدي عليها اللوز حتى هو. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال القصريه ديالنا اليوم ديال الجمعه. كنتمنى تعجبكم، جربوا. عجبكم لا فيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد مني، وبصحه والراحه.